عارفين إن البالتو اللي سعره معدي 10,000 20,000 وأرقام عالية قوي كده، ده في الأصل ممكن مكوناته ما تجيبش الأرقام دي، يعني ما توصلش للرقم ده. ليه بيحطوا الأسعار دي على البالتوهات؟ علشان ده براند، علشان عندهم إيجار وضرايب عمالة كهرباء حاجات كده يعني. ف هو ده بيخلي أسعار البالتوهات غالية قوي. لكن أنا بصراحة عندي قناعة داخلية كده بأن يعني المعروض في السوق ما يستاهلش الأسعار بتاعته دي، لإني بصراحة برضه يعني مش إني باشتريه، أنا ما باشتريش بصراحة، أنا باصنّع حاجتي. لكن أنا قبل كده وأكتر من مرّة لقيت ناس ماشيين في الشارع البطانة بتاعة البالتو واقعة من البالتو، يعني مدلدلة من البالتو. وعشان كده بدأت أروح مولات وأتفرّج على البالتوهات المعروضة وأشوف الfinishing بتاعها، وعرفت إن يعني بصّيت بس كده على البالتو، بافتح البالتوهات وباشوف من جوّه، واكتشفت إن الfinishing بتاعها بصراحة معمول بطريقة غلط جدًا. أصل finishing البالتو لو ما اتعملش صح لازم هيفُك، لازم هيتفتح من البالتو ويُقع لوحديه تحت كده، والمنظر بصراحة كان بايخ أوي، وأكتر من مرّة أشوفه، وهو ده اللي خلّاني أروح المولات وأتفرّج، أقول الناس دي دافعة فلوس في الحاجة، ليه الحاجة مش معمولة بضمير ومضبوطة؟ وعشان كده عملت لكم الفيديو ده. مش بالضرورة مكونات البالتو كلها تكون سعرها غالي علشان البالتو يتباع بسعر غالي، لكن يعني في عوامل مع بعضيها كده لو اجتمعت تخلي البالتو سعره يغلى. إذا عملتوه في أتيليه كوتور، إذا انتوا نفذتوه بإيديكم بطريقة سليمة، ممكن تجيبوا قماش سعره عادي جدا، تحطوا شوية مكونات مع بعضيها كده وتطلعوا بالتو ما حصلش. البالتو اللي أنا لابسة ده المكونات بتاعته كلها ما تعديش 2000 جنيه تقريبا، لكن هو يدي شكله بعد كده بقى لما اتعمل يدي أكتر من كده بكتير. في 5 أسباب هقولهم لكم، وأول واحد فيهم هو إنه معمول حسب تشريح الجسم، يعني ده باترون تجسيم أنا عملته على مقاسي بالظبط. لو البالتو معمول كاجوال هيكون سعره أرخص، مش لأن كاجوال وحش، ده أنا قضيت سنين كتيرة قوي في حياتي كاجوال، بس يعني بشتغل كاجوال كتير جدا، علشان الكاجوال ده من الحاجات التشالنجينج اللي هو باترون فلات ولازم أعمله مظبوط على الجسم، هو ده اللي أنا بعمله في بيرفكت فيت. بس هنا في سيلوات كوتور بتكلم التصريفات بتاعة البنسات والباترون اللي فيه تجسيم، فبقول لكم هو لما بنعمل بالتو بالظبط على تشريح جسم لازم بيبقى سعره أغلى، لأنه بيبقى معمول على مقاس الجسم ده بالظبط. بلس حاجة تانية بقى هتكلم فيها دلوقتي، لو القماش بتاع البالتو ده أصلا فيه نقشة، ده نمبر 2. لما اجي اعمل تصريفة البنسة، لان احنا عندنا اكتر من تصريفة بنسة للباترون اللي فيه تجسيم، فانا دلوقتي لو عندي قماش منقوش بالطول يعني في خطوط طولية، ده انا برضو اتكلمت فيه قبل كده، ازاي اصرف البنسة بتاعة القماش اللي فيه المخطط بالطول اللي فيه نقشة خطوط طولية، ما جيش اعمل تصريفة بنسة تقطع لي الخطوط، لازم اخلي تصريفة البنسة تخلي الخطوط ماشية مع بعضيها بشكل انسيابي ومريح للعين. دي حاجة مهمة جدا طبعا في كل الاحوال، سواء بنشتغل باترون بنعمل حاجة كاجوال او بنعمل حاجة كلاسيك، احنا لازم ناخد بالنا من الباترنز. وبرضو ده انا اتكلمت فيه في فيديو في الشانل هنا، ازاي اظبط النقشة بحيث ان لو هعمل بنطلون يكون رجل يمين نفس الرجل الشمال. لكن انا هنا بتكلم على تصريفات البنسات بتاعة القماش المخطط بالتحديد. وفي كل الاحوال ايا كانت النقشة، انا لازم يكون عندي الناحية اليمين بتاعة البالتو نفس الناحية الشمال،
دي من الحاجات اللي بترفع من قيمة البالتو أو الحاجة اللي أنا بشتغل عليها. نمبر 3، قماش البطانة لازم يكون مدروس. قماش البطانة لازم يكون فيه نسبة مطاطية، مش مطاط، مش ستريتش بس كده ونسكت، لا، لأن في ستريتش بيتمط من اتجاه واحد، وفي ستريتش اللي هو سباندكس، والسباندكس ده لا يليق بالبالتو إطلاقا. أنا هستخدم المكنة العادية اللي هي مكنة تصنيع أو مكنة منزلية عادية، فلازم يكون القماش ستريتش فيه نسبة مطاطية، مش مطاطية عالية، وفي نفس الوقت مش بيتمط من الأربع اتجاهات، لازم يكون بيتمط من اتجاه واحد بس، علشان لما البالتو يتلبس ويتقلع ما يحصلش ان القماش بتاع البطانة يطلع من بعضيه، يعني يتلاقوا فيه تقطيع متخيط، بس القماش نفسه هيتقطع من كتر القلع واللبس بتاع البالتو. والسبب ان قماش البالتو وقماش البطانة لازم يكونوا مختلفين عن بعض، فلو الاتنين مختلفين عن بعض لازم نسبة يعني واحنا بنقلع ونلبس النسبة اللي بيتمط بيها كل قماش هيتمط، هيبقى فيه درجة ولو بسيطة فيها ستريتش. الفرق بقى في الستريتش ما بين الاتنين هو اللي هيعمل المشكلة دي، علشان كده لازم البطانة يبقى فيها نسبة مطاطية. نمبر 4، الفينيشينج. وكل اللي انا اتكلمت فيه ده على فكرة من اول ما ازاي اصرف البنسة علشان احافظ على شكل الخطوط او النقشة لغاية لما اوصل للبطانة وازاي تتركب في البالتو. بصوا، الحاصل في الوقت ده الماس برودكشن، طريقة التقفيل بتاعه بصراحة دي انا شفتها في اكتر من براند، طريقة تقفيل لازم بتفتح مع الوقت، لازم البطانة بتطلع من القماش وبتنزل وحاجات زي كده. في طريقة تقفيل لازم تكون مدروسة. انا دلوقتي طول البالتو قد ايه، لازم احافظ على النسب، يعني البطانة هتكون اقل من البالتو 5 سنتيمتر 6 سنتيمتر، لازم اكون دارسة انا بعمل البطانة اقل من طول البالتو قد ايه. طريقة تقفيل البالتو الكلاسيك تفرق عن طريقة تقفيل الجاكيت الكاجوال، مش زي بعض، علشان كده الموضوع لازم يكون مدروس. نمبر 5 بقى التميز، اللي هو ازاي احط التاتش بتاعي. يعني انا دلوقتي لو كنت عملت الفروة بتاعة البالتو دي من اول بطانة المرض لغاية تحت خالص فروة، كانش هيبقى شكلها حلو. لكن لما انا احط التاتش بتاعي وادخل الفرو مع قماش تاني واعمل شكل البطانة مميز ومختلف عن اي حاجة تانية موجودة في السوق، هو ده اللي بيخلي البالتو فخم جدا، فاخر، شيك، مميز ومفيش زيه. فكرة ان ازاي اقدر اني اتميز باستمرار دي سهلة قوي، الاطلاع المستمر، وانا برضو اتكلمت في الموضوع ده قبل كده. طول الوقت على فكرة انا تقريبا على بنترست بتفرج على الافكار، ده مش غلط، لكن مش اكابي بيست الافكار، ما اخدش زي ما هي كده وانفذ، لا، احط التاتش بتاعي. لو انا دخلت اكتر من خامة مع بعضيها بس بطريقة مدروسة زي ما قلت لكم، يعني انا ادخل فرو وادخل معاه قماشة تانية، فبالطريقة دي اقدر اني اكون شكل يميزني انا، يميز البالتو بتاعي انا او البراند بتاعي انا. ودي كانت ال5 حاجات اللي بتميز البالتو الفاخر. انا شخصيا بحب شغل الكوتور الشيك اللي فيه تقسيمات وحاجات زي كده، لما نيجي بقى للبالتوهات يعني الحاجات اللي المفروض انها تعيش سنين طويلة، موضتها ما بتتغيرش قوي، لكن كل قطعة فيها ممكن تكون مميزة، تحفة فنية لوحديها كده. شكرا لوقتكم، شكرا لمتابعتكم، واتمنى الكونتنت يكون عجبكم. لو عجبكم please like and share، واعملوا subscribe للchannel، واضغطوا النوتيفيكيشن bell. اشوفكم الفيديو الجاي.